السلام عليكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ ازيكم؟ ازاي صحتكم؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم الايام بالخير والعافية والصحة ان شاء الله. النهاردة انا هعمل كحك نواعم، بدون مية، بدون حليب، بدون خميرة كده. هوريكم مقاديري بالظبط، وانا المقادير دي ماشية عليها بقالي فترة طويلة، وبتطلع جميله ناعمه خالص خالص، بدون اي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، لا خميره ولا ميه ولا حليب ولا حاجه خالص. اقول لكم بقى على المقادير بتاعتي. هيبقى كيلو دقيق 3 معالق سمسم. عايزين تزودوا زودوا، عايزين لما بيزيق انا بحب السمسم زياده في العجينه. معلقتين سكر بودر، ما تحطوش سكر خشن، سكر بودر. معلقه ريحه الكحك فاتحه، وجبتها ونخلتها، لان قبل كده كنت جبتها ما نخلتهاش، لقيت القرفه كانت خشنه زي ناشفه كده، خشنه فيها، فنخلتها. دي ريحه الكحك فاتحه. 2 ظرف فانيليا بيدوا ريحه وطعم جميل قوي قوي للعجينه. طبعا انا بدل الخميره هحط بيكنج باودر، بكوي بيكنج باودر على كيلو دقيق. خلاص كده تمام. السمنه بقى هتبقى 550، يعني نص كيلو 50 جرام، عشان يطلع ايه الكحك ناعم. انا عاملاه السمنه مقدوحه، ما بعملش على بارد، لان بيدي طعم للكحكايه، طعم حلو، طعمها بيبقى حلو على السمنه المقدوحه، ما بعملهاش على البارد خالص. الدقيق هنخله، هو كويس وكل حاجه، بس لازم ايه هنخله. انا كده نخلت الدقيق. هعمل كده ايه زي حفره كده عشان احط السمنه. انا هحط السمنه بس والسمسم. خلاص هحط بقى ايه السمسم. انتوا تحطوا سمسم زي ما انتوا عايزين، تكتروا تقللوا على حسب ما بتحبوا، انا بحبه كتير كده. خلاص. السمنه بقى لازم تكون مقدوحه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بص بتعمل توش، شايفين؟ بتعمل تش اهي. ده 550 جرام، يعني نص كيلو 50 جرام. خلاص. فاعمل ايه بقى؟ بروح مقلبه كده بالمعلقه. هو حد يحط ايديه يعني دي تستوي، شايفين؟ بقيه الحاجات بقى ايه؟ اللي هي الفانيليا، ريحه الكحك، الخميره اللي هي البيكنج باودر، بحط لما العجينه كلها تبرد، ما احطهاش والعجينه سخنه خالص، يعني ما ينفعش، لازم العجينه تبقى بارده وبعدين نحطها. بسم الله. ولا احط ميه، وقعت حته، ولا احط ميه، ولا احط لبن، ولا احط حاجه خالص، بس ايه تبرد شويه. سخنه بس تبرد شويه. بعد ما تبرد خالص هحط السكر، هحط ريحه الكحك، هحط الفانيليا، هحط البيكنج باودر بعد الحاجه كلها ما تبرد، وبس بقى بس بايدي كده. خلاص هي بردت، ونقلتها من الطبق، حطيتها في صينيه عشان اقدر اتحكم فيها وانا ببسها وبحط لها الحاجات بتاعتها. دلوقتي ايه خلاص هي شوفوا بردت اهي بقت. شايفين العجينه بقت عامله ازاي اهي. هروح انا ايه حاطه فيها معلقه
ريحة الكحك كده. بحط الحاجة دي على البارد عشان لو حطيتها في الدقيق والسمنة سخنة مقدوحة والسكر وكده بيمرر. وادي السكر، وادي بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، والفانيليا، ظرفين فانيليا. خلاص كده هقلب بقى كله مع بعضه وبس. انا بقلب كده، انا لسه ما بستش، بشربها كلها مع بعضها المكونات اللي انا حطيتها. خلاص انا كده ايه كله دخل في بعضه، فانا ايه ببس كده. شوفوا كده كده، شايفين عامله كده اهو، مش بعجن ببس، ده اسمها بس. باخد العجين كده وبس، باخد هذا في ايديا وبسها، واخد غيرها وبسها كده. اقعد كده بتاع 10 دقايق هبس فيها. خلاص كده يا جماعه انا ايه بسيتها. بص حتى لما بسيتها، بصوا العجينه بقت عامله ازاي. لما بسيتها اهي، بعد ما بسيتها بقت طريه. اوريها لكم بقى ما بتشققش اهي. انا لا حطيت ميه ولا حليب ولا اي حاجه خالص. خلاص هشكل بقى معاكم واحده وبعد كده اكمل الباقي. انا عاملاها سواريه، يعني ايه حاجات صغننه. اهي كده نجيب المنقاش. خلاص هكمل الباقي كله وبعد كده ايه اسيب العجينه تهدى شويه، مش تخمر، تهدى بس، وبعدين ندخلها الفرن.